فقد يختلف معي البعض، لكن هذا رأيي. يعني جلست طول يومنا هذا يعني أناقشه بيني وبين نفسي وبين قناعاتي. لي رسالة أوجهها إلى الشعب السعودي. اليوم أصبح من حقكم أن تفخروا بما أنتم فيه. رأيي الشخصي أن وجود المملكة العربية السعودية وإرادة المملكة العربية السعودية وثقل المملكة العربية السعودية هو الذي جعلها اليوم أمام العالم كله تستطيع وبالفعل وليس بالكلام أن تكون درعا للأمة العربية. المملكة العربية السعودية بقواتها وبجيوشها وبعلم أبنائها استطاعت أن تكون حائط صد كبير ضد أطماع كثيرة جدا في الأمة العربية. المملكة العربية السعودية بسياساتها الخارجية استطاعت أن تجبر كل قوى العالم أن تقف احتراما لها اليوم وتقف احتراما لحقها في الحفاظ على سلامة أراضيها. كل هؤلاء أتوا من أجل المملكة العربية السعودية، وهذا رأيي. كل هؤلاء أتوا لأن هناك خطرا يمس المملكة العربية السعودية. الآن المملكة العربية السعودية لم تستدعي قوى أجنبية، لم تطلب من قوى أجنبية. 100 طائرة سعودية في الجو يقودها 100 طيار سعودي، عبد الله من الدمام ومحمد من الخبر وأحمد من الرياض وعلي من جدة، عرب من أصول سعودية تعلموا وأنشأوا أجيال جديدة واستطاعوا أن هم يقودوا الطائرات المقاتلة وطلعوا ب100 طيارة مقاتلة استطاعت المملكة العربية السعودية أن توفرها على مدار عقود كثيرة. طلعوا في سماء اليمن وفي 15 دقيقة استطاعوا أن هم يحققوا سيطرة كاملة على الأجواء اليمنية. اللي أنا عايز أقوله النهاردة أنها بداية جديدة وشهادة جديدة، شهادة حق للجيل الجديد في المملكة العربية السعودية. على كل مواطن سعودي يسمعني الآن أن يصلي لله حمدا ويدعو ربنا أنه يحفظ أولاده ويشكر ملوكه وحكامه طوال سنوات الذين حفظوا له مكانته وحفظوا له قدراته وحفظوا له مقدراته وحفظوا له مكانته في العالم. النهاردة العربي ابن العربي اللي بيلبس البدلة العسكرية النهاردة ده ما راحش لأي واحد، لا ركب طيارته وراح بعلمه. الجيل الجديد اللي انتوا شايفينه في السعودية ده جيل معمول من قادة أمنوا بمبدأ العلم، عرفوا يعني ايه علم. النهاردة العالم كله كان بيتفرج، وانا خاصص المملكة العربية السعودية بكلامي لأن هي صاحبة القضية وده رأيي. هي قضية عربية نعم، هي قضية إسلامية نعم، لكن المبادرة سعودية والالتفاف حول المملكة العربية السعودية بحجم قوتها. الآن هؤلاء سطروا تاريخا ليس بالكلام لكن بالفعل. أنا الذي اشتريت هذه الطائرة ودول ولادي اللي راكبينها، وأنا كسعودية اللي عندي الخبرة أني أطلع وأضرب وأرجع، وعندي ثقل سياسي دولي يخليني أني آخد دعم من كل أنحاء العالم. النهاردة كان يوم سباق في دعم هذه الضربات، المجتمع الدولي كله يتسابق في دعم المملكة العربية السعودية. أنا ليه حاطط المملكة العربية السعودية في الكلام ومش بتحدث عن باقي الدول العربية؟ لأنه لولا هذا الثقل، وأنا صريح في هذه الجملة، لولا هذا الثقل السعودي كانت هذه القضايا باهتة. واللي عايز يقول للناس أنه يعني بدوافع أخرى، هو دافع على الحفاظ على المملكة العربية السعودية. الدافع الأول المملكة العربية السعودية دولة قوية لها سياسة خارجية متزنة، ونادرا ما تغضب المملكة العربية السعودية. لكن الآن وبعد محاولات كثيرة جدا كي تراضي وكي تتوسط وكي يعني تبث رسائل لكل العالم وللإخوة في اليمن ولكل يعني من يناصرهم من قريب أو من بعيد، ارفعوا أيديكم عن الحدود السعودية. أنا لن أستطيع أن أقف صامتة عندما تعتدون على الأراضي السعودية. نعم أنا دولة لا أغضب سريعا، لكني عندما أغضب سأغضب. هذا ما فعلته اليوم المملكة العربية السعودية، شهادة ميلاد لقوات الآن يعمل حسابها في الشرق الأوسط،
100 طائرة حربية السعودية مطلعاهم ب 100 طيار سعودي. في عرف العمليات العسكرية ده رقم كبير، إنه يبقى عندك هذا الحجم الهائل من القوات وتقدر تطلعهم، ويبقى عندك نوليدج وعندك فيجن وعندك استراتيجيات وقادر ودارس. ده كلام جديد جدا. الآن نستطيع أن نقول أن يعني هناك درع كبير في الوطن العربي رأيناه اليوم ورآه العالم كله، وهي القوات المسلحة السعودية. الحقيقة النهاردة كمان في التفاف عربي كبير، التفاف دولي كبير، التفاف إسلامي كبير. النهاردة كل القوى بتسارع عشان تاخد موقف حقيقي. النهاردة دولة زي باكستان طالعة تقول المساس بالسعودية مساس بباكستان ولن نسكت. أنا مش محتاج أتكلم عن مصر، ده احنا يعني ده لو حد قرب بس ناحية السعودية أنا مش يعني هنطلع لهم بتوع شبرا، بتهيألي كفاية. فاحنا بنتحدث عن كيان عربي، يعني هذه الأرض السعودية شاء رب العباد أن يظل ليها مكانة لدى المسلمين ولدى